السيد بشار الجعفري خرجت علينا منذ يومين متظلما محتجا على قرار مصادرة أملاكك. وبأي ذريعة؟ قدسية الأملاك الشخصية. فإذا بتعرف يا سيد بشار أنه الملكية الشخصية حق ومقدس. طيب سؤال، وين كانت هي المعرفة وهي القدسية لما كان نظامك اللي كنت تمثله وتدافع عنه عم بيصادر كل أنواع الملكيات؟ مصادرة لم تستثني أي مقدس. أحياء قرى بأكملها أزيلت عن الخارطة السورية ببراميل وصواريخ نظامك. وهي على فكرة يا سفير كلها هذه حقوق شخصية لسوريين مثلك: الحق بالحياة، الحق بالتعليم، الحق بتلقي العلاج، الحق بتوكيل محامي، الحق بدفن دفن لائق ولك دفن، ولاحقا حق الأهل بمعرفة مكان قبور أحبتهم. أليست كلها حقوق شخصية ومقدسة سعادة السفير؟ أليست أكثر قدسية من عقار وأرض ومزرعة لإلك؟ وين كان صوتك لما صدر نظامك كل هذه الحقوق؟ نظامك يلي استشرست بالدفاع عنه، نظامك وانت سفيره ولم تكن يوما سفير سوريا ولا شعب سوريا، نظامك اللي كنت تشتم كل مين بينتقده بكلمة وكنت تعتبر مجرد ذكر اسمه خط أحمر، نظامك اللي يوما ما إذا بتتذكر اشتكيت من ظلم العروبة والعرب لإله، لأنه من أول نقطة دم كان مدان أمميا وعربيا فاشتكيت. ولشدة شراستك بالدفاع عن بشارك كنت عم تنسى أنك سفير وأنك بأروقة الأمم المتحدة وجنيف وتصرخ وتهدد. وللأمانة ما كانت مجرد تهديدات بل قول وفعل. إذا شفت هالفيديو يا سفير يا ريت تجاوب السوري محمد صبرا عن مكان شقيقه اللي صار بصيدنايا إثر تهديد مباشر منك، وللي لليوم ما بيعرفوا مصيره ما يزال مجهولا. وين شقيق محمد صبرا سيد بشار؟ وين مئات الآلاف اللي لاقوا ذات المصير؟ وينهم؟ كلهم قتلوا نظامك وصادر أملاكهم وصادر أرواحهم ما بنعرف وين مدفونين. بالمناسبة بإمكان السوريين يقولوا لك أنه أملاكك كانت بسوريا الأسد وأنه ملكيتك سقطت بسقوط خطك الأحمر، لكننا لسنا مثلك ولا فينا نصير مثلك. لذلك نطالب بأنه حتى أنت تخيل حتى أنت نطالب أنه تخضع لقضاء عادل وأنه يرجع لك حقك إذا لم يكن هنالك أسباب موجبة وقانونية لمصادرته. نحن دعاة عدالة سيد بشار ولسنا دعاة ثأر أو انتقام.